السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم غاتو باسك من الحلويات الفرنسية المشهورة اللي كتجي لذيذة بزاف. إن شاء الله غادي نقدمها معكم بطريقة سهلة باش تنجح مع أي مبتدئة. ما نطولش عليكم ونمشيو نتعرفوا على المكونات اللي غادي نحتاجو مع طريقة تحضير فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو في تحضير العجين، غادي نحتاجو 2 بيضات، 2 معالق كبار من الزيت النباتي، واحد القريصة ديال الملح، معلقة صغيرة من خميرة الحلويات، معلقة كبيرة من فاني بودرة. كذلك غادي نحتاجو 200 غرام من السكر، و200 غرام من الزبدة، و450 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات. على بركة الله غادي ناخدو بول غادي نوضعو فيه الزبدة. من الافضل ان الزبدة ديالنا تكون بدرجة حرارة المطبخ، هكا باش كيسهل عليكم انكم تمزجوها مع المكونات الاخرين. غادي نضيف عليها كاس وربع من السكر، واحد القريصة ديال الملحة، وزوج معالق كبار من الزيت. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان بالطراب الكهربائي، او ممكن انكم تستعملوا اليد، غير هو ضروري ان الزبده تخلط لكم مزيان مزيان حتى كتحصلوا على واحد الخليط كريمي، ما كيكونش فيه دوك الحبيبات ديال الزبده نهائيا. وكيكون هذا هو الشكل ديالها. ضروري انكم تخدموا الزبده مزيان مزيان باش تحصلوا على النتيجه المطلوبه. من بعد غادي نضيف عليه دوك 2 بيضات. من الافضل ان البيض ديالكم دائما كنقول لكم في وصفات الحلويات يكون البيض دائما بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيفوا عليه واحد المعلقه تكون عامره من عفوا فاني بودره، ولا ممكن انكم تعملوا 2 اكياس من سكر الفانيلا. نمزجوا عاوتاني المكونات مزيان مزيان. عاد ممكن اننا نضيفوا الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا هنا عبرت 450، يعني ما يعادل 4 الكيسان ونصف من كاس العنبه. ما غاديش نضيف بطبيعة الحال كمية كاملة، كنضيف كمية بكمية. غادي نضيف من بعد ما ضفت الكمية الأولى ضفت واحد معلقة صغيرة من خميرة الحلويات. عاد غادي نبقى نضيف كمية بكمية حتى نشوف القوام اللي أنا محتاجاه. غالبا هاد الحلوى تقريبا كتحتاج ما بين 400 حتى ل 450. غادي نبقى نضيف شويه بشويه الدقيق وما غاديش نعجن، غادي غير نحاول نخلط. ميم فاش كنستعمل يدي راه ما كنعجنش العجين، غير كنحاول نجمعو صافي. وبالنسبه للعجين ضروري انه يكون خفيف، يعني ما تقصحوش بزاف. كيف قلت لكم الدقيق غادي تعبروا ما بين 400 حتى 450 غرام. كاين دقيق اللي كيتشرب وكاين دقيق اللي لا. شوفوا القوام ديال العجين راه كيكون خفيف، يعني بحال كيتلصق. غادي ندير هكا فوق بلاستيك غذائي، وغادي نجمعها ونخليها في الثلاجة على الأقل واحد 30 دقيقة حتى كتبرد مزيان وكتماسك. وفي هاد الوقيته غادي نمشيو نحضروا الكريمه. لتحضير الكريمه غادي نحتاجو نسيترة الحليب، معلقه كبيره من فاني بودره، 3 المعالق كبار من السكر، 2 معالق كبار من كاكاو مر، 2 بيضات، 3 المعالق كبار من النشا، و100 غرام من الشوكولا. بالنسبه لطريقه التحضير غادي ناخذ كاسرول، غادي نديرو فيها ديك نسيتروت الحليب وغادي ندوه فوق النار حتى كيسخن لينا مزيان مزيان. في هاد الاثناء فاش الحليب كيسخن غادي ناخذ بول نديرو فيه 2 بيضات، وغادي نضيفو عليه السكر. بالنسبه لكميه السكر انا هنا استعملت 3، ممكن انكم تستعملوا حتى 4 المعالق، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. هنا ضفت 3 معالق كبار عامرين من النشا. الا ما كانتش متوفره ممكن انكم تستعملوا كريم باتيسيي، او تستعملوا 3 المعالق يكونوا عامرين مزيان من الدقيق. نخلطوهم مزيان مزيان، وغادي نضيفوا عليه ديك معلقه كبيره من فاني بودره، او ممكن انكم تستعملوا 2 ساشيات من السكر الفانيلا مع 2 اكياس من الكاكاو المر. نخلطوهم مزيان مزيان حتى كينسجموا. وفي هذا الاثناء كيكون الحليب ديالنا راه سخن مزيان. غادي نبقاو نضيفوه تدريجيا، ما نضيفوش دفعه واحده باش ما يخسرش لينا البيض اللي كاين في الخليط وما يتكتلش ويولي لنا الخليط فاسد. نبقى نضيف كميه بكميه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. انا هنا كنحاول انني نعطي هاد التفاصيل يعني بالتدقيق للمبتدئات.
هنا غادي نضيف 100 غرام من الشوكولا، ومن الأفضل أن الشوكولا يكون اللي فيه نسبة الكاكاو مرتفعة، على الأقل تكون 55%، هكا باش الكريمة ديالكم كتجي زوينة ولذيذة. غادي نرجع الخليط كله في كاسرول وغادي نديه فوق النار مع التحريك المستمر، ما تغفلوش عليه لأنه راه دغيا كيعقد. ممكن أن الشوكولا تيطيب لكم الخليط، يعقد لكم الخليط، عاد تضيفوه أولا ديروا كيما درت أنايا، ضفت يعني ضفت الشوكولا من الأول، يبقى حسب الرغبة، في كلتا الحالتين راه كيكون نفس الشكل ونفس القوام ديال الخليط. غادي نغطيها بلاستيك غذائي حتى كيتلمس الوجه ديالها وندخلوها للثلاجة حتى كتبرد لينا. أنا هنا دخلتها للمجمد باش أنها تسهل عليا دغيا تبرد. في هاد الأثناء كتكون العجين ديالي ارتاحت واحد 30 دقيقة، نخرجوها وغادي نحاولوا نقسموا العجين على نصفين، وضروري أننا في الأول نرشب شوية ديال الدقيق لأن العجين ديالنا راه كيكون خفيف كما لاحظتوا معنا القوام ديالو من الأول. غادي نقسمها على نصفين بحيث النصف الأول يكون صغر من النصف الثاني. المهم راه الفيديو كيشرح نفسه بنفسه. غادي ناخد هاد النصف اللي صغير نغطيه بلاستيك غذائي وغادي ندخلو للثلاجة حتى نحتاجوه. من الافضل انكم تستعنوا بورق الفرن هكا باش يسهل عليكم انكم تحكموا في العجين، لان كيكون العجين خفيف ويقدر يتكسر لكم الا بغيتو تهزوه. انا كيف ما كتلاحظوا تنرش ضروري بشويه ديال الدقيق هكا باش كنضمنوا بان العجين ديالنا ما يلصقش لينا. وفاش كديروها فوق ورق الفرن يعني كتحكموا فيها، تقدروا تحطوها في الطاوة مباشرة يعني بلا ما كتكسر لكم. بطبيعة الحال الا استعملتوا نفس الاطار اللي انا استعملت، انا خديت هذا الاطار دهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه الدقيق، هو اللي غادي ناخذ به القياس. وهاد الزوائد راه غادي نزولهم ونجمعهم عاوتاني، هما اللي غادي ندير بهم الشرائط. وبالنسبه للعجين ما تعجنوهاش، يعني غير حطوا وحده فوق وحده وديك الساعه سرحوها. بنفس القوام اللي سرحت به العجين هو اللي غادي ندير به الشرائط. بطبيعة الحال ممكن تستعملوا أي قالب، القالب ديال لي طارت داك اللي كيكون مسنن في الجناب، راه يسهل عليكم أنكم تحطوا العجين ديالكم بلا تعقيدات. وبطبيعة الحال إلا تكسر لكم كتبقاو تهزوا غير بشوية بشوية وتحاولوا تعمروا دوك الفراغات اللي عندكم في القالب. دائما تنقول لكم هادشي للمبتدئات، مرات تبارك الله كلشي كيعرف يقاد لي طارت. كيف ما كتلاحظوا هنا كنحاول نقاد غير الجوانب ديال الإطار، وحتى دوك الجنيبات اللي كيكونوا طالعين كنزلهم، وضروري أن نتكو العجين من التحت هكا باش كتلصق لينا مع الجوانب، ومنها ما كتنزلش ليا الكريمة من بعد ما كنوضعها فيه. في هاد الأثناء الكريمة راه بردت، أنا راه بردت ليا مزيان يعني منين دخلتها المجمد راه تماسكت، ولكن من الأفضل أنها تبرد ليكم ولا تكون يعني باقا دافية، غير ما تضيفوهاش وهي سخونة للعجين، وما نحتاجوش أننا نتكو العجين بالفرشاة مباشرة نوضعو فوق منه الكريمة. نحاولوا نوزعوها مزيان باش تاخد لينا شكل اللي هو مقاد. هاد الكريمة راه كتجي لذيذة بزاف، غادي تجربوها وغادي تعجبكم إن شاء الله. دابا غادي نرجعوا للعجين الصغير اللي خلينا من قبل، وغادي نسرحوه بنفس الشكل، هو اللي غادي نغطيو به الكريمة ديالنا. واحد الملاحظة فاش كتحطوا العجين فوق الكريمة ما تبقاوش تبسطوا العجين بزاف. الا حسيتوا بان كاينين شي جنيبات اللي هما طالعين نبسطوهم، ولكن الوسط حاولوا ما تقيسوش بزاف. غادي ناخد اصفر بيضه وغادي نضيف عليها شويه ديال الحليب، هي اللي غادي ندهن بها الحلوه من الفوق. الا ما بغيتوش اللون ديالها يكون شويه ذهبي وبغيتو يكون مايل للسواد، غادي تاخدوا ضيفوا له واحد
قليل من الكاكاو مر ولا قهوة سريعة الذوبان. في هاد الأثناء كيكون الفرن مسخن على 180 درجة، غادي نشعلو ليه غير من الأسفل فقط. فاش كنحسّو بأن الحلوة ديالنا تحمّرت لينا من التحت، يعني تقريبًا 10 دقايق راه كتكون واجدة إلا كان الفران ساخن، وبطبيعة الحال كيبقى على حسب كل سيدة ودرجة الحرارة ديال الفرن ديالها. عاد ممكن أننا نشعلو الفوق باش كتحمّر لينا، هنا الجوانب كنزينهم غير بشوية ديال اللوز كونكاسي، إلا ما كانش متوفر ممكن أنكم تستغنيو عليه. وضروري أننا نتكّيو العجين هكا باش ما كترتقش لينا في الفران. وكيكون هذا هو الشكل ديالها، ما تقيسوهاش وهي باقا سخونة، غادي تخلّوها حتى كتبرد مزيان، أو ممكن أنكم تدخلوها للثلاجة حتى كتماسك مزيان، عاد ممكن أنكم تقدموها. وكيكون هذا هو الشكل ديالها. نتمنى أنكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم، لأنها فعلًا كتجي لذيذة بزاف، ديك الكريمة كتعطيها واحد المذاق اللي هو هائل، وكذلك العجين كيجي خفيف بزاف، يعني ما كتحسوش براسكم أنكم كتاكلوا شي حاجة اللي هي قاصحة. إن شاء الله غادي تجربوها وغادي تولي إن شاء الله معتمدة عندكم، وبطبيعة الحال ضروري أننا نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، وكذلك القوام ديال الكريمة. بطبيعة الحال إلا بقيتوا معايا حتى لهاد الوقيته من الفيديو كنشكركم بزاف على المتابعة، وكنتمنى أنكم تبارطاجيو القناة مع الأهل والأصدقاء. وبطبيعة الحال إلا عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليا باللايك، واللي أول مرة كيزور القناة الانضمام للقناة مع تفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. كنشكركم بزاف على المتابعة، ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.